تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا يقبع الكثير من المواطنين العرب وراء القضبان لعشرات السنين لمجرد التفوه بكلمة ضد هذا الزعيم العربي أو ذاك؟ ألم يصبح سب الأنبياء والرسل وحتى الذات الإلهية أهون بكثير من شتم حاكم عربي؟ لماذا يعتبر الحكام العرب أنفسهم أقدس من كل المقدسات؟ لماذا يسجن المجرمون واللصوص وقطاع الطرق والبلطجية في بلادنا لبضعة أشهر ثم يخرجون، بينما يختفي كل من يشتم زعيما عربيا خلف الشمس؟ ألم يقل سيدنا عمر رضي الله عنه: من رأى منكم مني اعوجاجا فليقومني، بينما يقول الزعيم العربي: من رأى منكم مني اعوجاجا فليخرس وإلا لن يرى النور. ألا يرشق الناس الحكام في الغرب بالطماطم والبيض الفاسد وحتى الأحذية دون أي عقاب؟ لماذا يقبل الحاكم في الغرب كل الإهانات من شعبه مع العلم أنه منتخب ديمقراطيا، بينما يرفض الحاكم العربي أي انتقاد مع العلم أنه لا يتمتع بأي شرعية؟ هل يعقل أن يدوس الحاكم العربي على رقاب شعبه ثم يحيط نفسه بالقداسة، بينما يعمل الزعيم الغربي المستحيل من أجل شعبه ثم يقبل الشتم والتجريح؟ لكن في المقابل، أليس ثقافتنا الاجتماعية العربية مختلفة عن الثقافة الغربية؟ ألا تحض على احترام الكبير أيا كان؟ أليس 9 أعشار الإيمان عندنا في طاعة أمر السلطان، حتى لو صلى سكران، حتى لو أجرم أو خان، حتى لو باع الأوطان؟ أليس حريا بنا أن نحترم قادتنا ونجلهم كما نحترم أهلنا؟ أليس من الوقاحة النيل من حكامنا أو المساس بشخوصهم؟ لماذا هذا التقليد الأعمى للغرب؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة هنا في الاستوديو على الكاتب والإعلامي يحيى أبو زكريا صاحب كتاب أفول الطغاة، وعبر الأقمار الصناعية من دبي على الإعلامي عباس المساوى. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة: هل تعتقد أنه لا يجوز المساس بشخص الحاكم العربي؟ يجوز 86.4، لا يجوز 13.6. يحيى أبو زكريا، الزعيم العربي ووسائل إعلامه وأمنه وأجهزته وكل هذا يصورون لنا الزعيم على أنه معبود الجماهير المقدس. نعم. لكن في هذا الاستفتاء نجد أن 86.4، حوالي 87% من المصوتين يريدون أن يطالوا هذا الزعيم بما ملكت أيمانهم وأيسارهم. كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه، بلاد الطغاة